السلام عليكم. بفرح جدا لما بفتكر اي موقف لماما كنت ناسيه، ببقى عاوز اقوله لكم واحكيه لكم. والله كنت بتكلم مع صاحبي فيديو كول، سمعت صوت مامته. انا عارف صوت مامته، فانا سمعت صوت مامته وهي بتدندن كده وهي واقفه في المطبخ، كانت تقريبا بتعمل له اكل. فانا افتكرت ماما وفضلت سرحان كده 5 ثواني، فبقول له: يا بندق، هي مامتك في المطبخ؟ قال لي: اه. قلت له: تعرف ان مامتك فكرتني بماما يا بندق؟ قال لي: ايه ده، اشمعنى؟ بقول له: يا مامتك عماله تدندن كده في المطبخ وهي بتطبخ. قام اتفاجئ كده، قال لي: اه فعلا دي حقيقه، انت ايش عرفك؟ قلت له: انا سامع صوتها. قلت له: انا ماما برضه كمان الله يرحمها كانت بتفضل تدندن كده وهي واقفه في المطبخ بتطبخ لنا تعمل اكل. فانا عاوز اقول لكم ان صوت امي وقتها كان مخلي في البيت دفى وونس وامان، وان انت كنت مطمن. فحافظوا على مامتكم وخلوا بالكم منها وما تزعلوهاش منكم ابدا، لان وجودها والله اكبر نعمة في حياتكم. فاتمنى ان انتوا تعملوا الكلام ده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لا تنسوا امي من دعائكم. السلام عليكم.